التوضيحات التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري في بيانها الشهير ردا على ما نشرته جريدة برلمان بونكوم حول عقار تسلطنت بنواحي مراكش وما ارتبط بهذا الملف من شبهات لها صلة بتضارب المصالح وما يمكن أن نسميه بزواج العقار بالسلطة غير مقنعة نهائيا. وهذا الشيء ماشي غير أنا اللي كنقوله، واحد العدد ديال المتتبعين وديال الناس اللي متبعين القضية وديال رواد شبكات التواصل الاجتماعي عبروا على أن هذه التوضيحات لم تكن مقنعة بشكل نهائي. نحاول نقدمه باختصار شديد الموجز المعطيات المقتضبة المرتبطة بهذا الملف، وهذا واحد من الملفات، ملف ضمن ملفات أخرى أثير اسم المنصوري فيها في الآونة الأخيرة، وإثارة الاسم ديال المنصوري الموسيقى الوطنية لحزب البام ومرتبط بشبهات لها علاقة بمخالفات تعميرية وقضايا لها علاقة بتدبير شؤون العقار والرخص والإجراءات المسطرية المرتبطة به. هذا الملف بكل اختصار هو عبارة عن أرض فلاحية بمساحة كبيرة فيها 66 هكتار، كان في الأول أرض فلاحية وفي ملكية العائلة ديال المنصوري، وتباعت هذه الأرض بثمن مهم وبسرعة كبيرة تحولت إلى مشروع سكني فيلات فخمة. هذه العمليات وهذه الإجراءات كلها ديال البيع وديال التسجيل وديال الرخص وديال التحول من أرض فلاحية إلى مشروع سكني بفيلات ضخمة تمت بسرعة كبيرة، وطرحت تساؤلات كبيرة أيضا حول مدى وجود إجراءات مسطرية سليمة مرتبطة بالوضعية الضريبية والوضعية الجبائية في مختلف مراحل هذه العمليات التي تمت في هذه القضية. وفي كل هذه العمليات أيضا هناك اسم المنصوري كان حاضرا بقوة، سواء باعتبارها ضمن المالكين لهذه الأرض والذين وقعوا البيع أو في عمليات إتمام المساطر أو لاحقا في الإجراءات المسطرية القانونية المرتبطة بتحول الأرض من أرض فلاحية إلى مشروع سكني. وهنا لابد ما نستحضروا الصفة ديال المنصوري مجددا، لأن الأمر يتعلق بوزيرة للسكنة والتعمير في حكومة أخنوش، وهي أيضا عمدة للمدينة. والملف أيضا شمله تقرير قدم على أنه قاتم أعدته مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكان ضمن النقط الأساسية التي تطرق اليها التقرير هذا الموضوع ديال العقار والتسويه ديالو والتحول ديالو من ارض فلاحيه الى مشروع سكني. تطرق له ايضا هذا التقرير الذي ركز على قضايا المخالفات في المنطقه ديال تسلطنت بالنواحي ديال مراكش. الحاجه الوحيده اللي واضحه في التوضيحات ديال المنصوري في الحقيقه هي انها قررت اللجوء الى القضاء. هذا حقها الطبيعي والمشروع، لانه اي متضرر من حقه أن يلجأ إلى القضاء، أي متضرر من قضايا عندها علاقة بالنشر والصحافة من حقه اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف. غير هنا يمكن لنا نقول بأنه كاين هناك هفوة في هذه التوضيحات، يمكن كتعطي صورة على الخلفية التي تقف وراء صياغة التوضيحات ديال المنصوري، وهذا الهفوة فيها تلميح إلى أن المعركة القضائية في مواجهة جريدة برلمان بونكوم هي محسومة لفائدة المنصوري ولفائدة عائلتها، وكتقول لنا بأن التعويضات التي سيتم الحكم بها لفائدة العائلة لفائدة المنصوري ستمنح لمؤسسة خيرية. التوضيحات ركزت بشكل كبير على أن هناك استهداف وبأن هناك ادعاءات وتشهير ومس بالسمعة، لكن الأسئلة الحقيقية المرتبطة بالمخالفات، الأسئلة الحقيقية المطروحة في هذا الملف لم تخض فيها نهائيا المنصوري. فهذا الملف من المهم أننا نركز على ملاحظات أساسية. أولا، الملف
تم تناوله إعلاميا من قبل هذه الجريدة. ولكن من المهم الإشارة كذلك إلى أنه كان وإلى جانب ملفات أخرى موضوع التسريبات، ومن هذه التسريبات أساسا ديال جبروت. المعالجة الإعلامية وفق ما هو منشور، وأنا اطلعت على عدد من المقالات حول هذا الموضوع، لم يكن فيها أي تشهير، ومن المستبعد أن يكون الأمر يتعلق بادعاءات أو أخبار كاذبة أو أخبار زائفة، لأن المعالجة الإعلامية بنيت على وثائق ومعطيات دقيقة لها صلة بهذا العقار. وموقع المنصوري في هذه المعطيات والإجراءات واضح وجلي، لأنها بحكم منصبها في قلب القضية. هي أولا عمدة مراكش، وهي وزيرة في قطاع حساس له علاقة بالعقار والتراخيص والبناء والتشييد، وكونها عمدة لمدينة مراكش فهي تشرف محليا على تدبير الرخص ذات الصلة بحكم الاختصاصات اللي عند رؤساء المجالس الجماعية. هذه الجريدة خليونا نأكدوا على هذه الملاحظة مهمة جدا، لأنه واحد العدد ديال الناس اللي قرابين من حزب البام أو القرابين من المنصوري تحديدا ومن نشطاء حزب البام، وهم معدودون الناس اللي كيتفاعلوا دفاعا عن المنصوري في هذه القضية، كيحاولوا يعطيوا انطباع بأن حزب البام والمنصوري مستهدفة في هذه القضية. حزب البام مستهدف والمنصوري مستهدفة والقيادات ديال الحزب مستهدفين في هذه القضية. هذه الجريدة وهي تنشر هذه السلسلة ديال المقالات على المنصوري، مقالات عندها صلة بهذا الشيء ديال العقار وبهذا الشيء ديال التدبير ديال شؤون مدينة مراكش. هذه الجريدة وفق ما ينشر من مواد في هذه الجريدة ما عندهاش مشكل نهائيا مع حزب الأصالة والمعاصرة كحزب سياسي، ولكن عندها مشكل مع القيادات الحالية ديال هذا الحزب. واش هو مشكل عنده طابع شخصي نهائيا. هذه الجريدة اللي عندها خط تحريري معروف وعندها ايضا مصادر قويه، والتقارير ديالها عاده ما كتكون مؤثره بالنظر للمعطيات الدقيقه التي تتضمنها. البعض يصفها ببوق المخابرات، وانا من الناس اللي كيعتبروا بانه هذا النعوت تندرج في اطار المزايدات الفارغه ويمكن ان نسميها بالخزعبلات. جريده عندها خط تحريري واضح وعندها مصادر قويه، وهذا هو الثابت وهذا هو اللي أساسي بالنسبة لنا. هذه الجريدة دافعت ولا تزال عن حضور حزب البام في المشهد، وقالت في عدد من المقالات وفي عدد من الفيديوهات التي تنشرها في قناتها على اليوتيوب بأنه هذا الحزب البام هو الذي يفترض أن يترأس الحكومة القادمة، هو المفترض أن يتصدر المشهد في الاستحقاقات القادمة. لكن المشكل ديالو هو في القيادات الحالية. قيادات الحزب هي اللي فيها المشكل، وهي التي تحول دون تحقيق هذا تطلع كما تسميه. كتقول بأن هذا الحزب حزب الجرار يحتاج أن يراجع بشكل جوهري أوراقه وأن يقطع مع القيادات الحالية وأن يعيد النظر بشكل جوهري في هياكله. قيادات كتقول لنا بأنه هذا الشيء معروف، ماشي لم تأتي بجديد في هذا المجال. قيادات تورط بعضها في قضايا لها علاقة باختلالات تدبير المال العام، اختلالات تتعلق بتولي مسؤوليات في جماعات وفي مؤسسات منتخبة، وهذه الاختلالات لها علاقة بتدبير المال العام. والملفات ديال واحد المجموعة منهم تروج أمام أقسام جرائم المال، وهناك أحكام قضائية صدرت بالإدانة. قيادات البعض منها اعتقل في ملف له صلة بالاتجار الدولي في المخدرات، ومن هادو عبد النبيبيوي اللي كلنا كنعرفوه، وأيضا سعيد الناصري اللي حتى هو معروف، وهما بجوج يوجدان في سجن عكاشة والملف ديالهم رائج أمام القضاء وأثار ولا يزال يثير الكثير من المتابعات الإعلامية ويثير الاهتمام الكبير في أوساط الرأي العام الوطني. وهناك أيضا
من القياديين ديال الحزب ومن النافذين من كبار المستثمرين المنخرطين في الحزب. هناك من يجري التحقيق معه حاليا، التحقيق القضائي معه في ملف ترويج مواد استهلاكيه فاسده كما هو الشان بالنسبه للمنسق السابق ديال البام في جهه الدار البيضاء. قياده ايضا عندها نزاعات تجاريه مع بعضيتها، وفي هذه النزاعات اتهامات بالنصب والاحتيال كما تتبعنا جميعا في القضيه ديال عضو القياده الثلاثيه السابق ابو الغالي. هذه الجريده تساءلت مؤخرا وهذا الشيء مهم حول امكانيه عوده فؤاد علي الهمه لقياده هذا الحزب. فؤاد علي الهمه المستشار الحالي ديال جلاله الملك هو المؤسس ديال حزب البام، وهذه الجريده دافعت ايضا عن هذا الاختيار، لم تتساءل فقط عن احتمال العوده، انما دافعت عن هذا الاختيار، عن هذه العوده، وقالت بانه قد تكون مهمه بالنسبه لحزب الاصاله والمعاصره، ومهمه ايضا بالنسبه للمؤسسات، ومهمه ايضا بالنسبه للرهانات الكبيره ديال الدوله في المحطات القادمه. المنصوري كانت في واحد الخرجه ديالها من الخرجات الاخيره ديالها دعت المغاربه للتصويت من جديد لفائده حزب البام لكي يتصدر المشهد ولكي يترأس الحكومه، وقالت بان المسؤولين ديال البام عندهم نيه صادقه وعندهم حسن نيه، وهي المقاطع الفيديو التي اثارت الاهتمام الكبير في شبكات التواصل الاجتماعي وقوبلت بموجه سخريه وموجه انتقادات. لكن المعطيات المتداولة بشأن عدد من القيادات وحتى عدد من الأعيان ديال هذا الحزب كلنا كنعرفوا بأنه الحزب يلجأ إلى عدد من الأعيان كماكينات انتخابية لصنع أمجاده ولصنع نتائجه تؤكد عكس ذلك. المنصوري في هذه التوضيحات انخرطت في سياسة الهروب إلى الأمام، واللافت في هذه السياسة أنها قررت أن لا تخوض هذه المعركة واحدة، فقد تم إقحام الحزب حزب الأصالة والمعاصرة وعدد من هياكله في هذه القضية، وشفنا كيفاش أن شبيبة حزب البام انخرطت بدورها في الدفاع عن المنصوري، وأيضا منصات الحزب تم استخدامها كمنصات كفضاءات للترويج لهذه التوضيحات غير المقنعة المنصوري، ولانخرطت هذه المنصات في هذه السياسة ديال الهروب إلى الأمام ديال المنصوري. والموقف السليم الذي يفترض أن تلتزم به هياكل الحزب وأن يلتزم به حزب البام في هذا الموضوع هو أن يأخذ المسافة الضرورية وأن يتخذ القرارات اللازمة في مثل هذه القضايا. عندما تتفجر مثل هذه القضايا فالقرارات التي تتخذ تكون واضحة، وذلك لإبعاد أي شبهات على حزب الأصالة والمعاصرة، وأن يطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي وينتظر النتيجة.